إلا كانت عندك بطاقة رميد فما تفلتش هذا الفيديو. هذا الفيديو مفرح بزاف. أخنوش كيزف خبر صار للناس اللي عندهم بطاقة رميد، وكيكشف على موعد اللي غادي تصرف فيه الدعم المالي المباشر لجميع المغاربة اللي محتاجين لهذا الدعم هذا. فما تفلتش هذا الفيديو وحاول تفرج فيه كامل باش تفهم كل شيء، وبارطاجيه مع الجيران ديالك، أصدقاء ديالك، الإخوان والأخوات ديالك والعائلة ديالك، خصوصا الناس اللي عندهم بطاقة رميد. فرئيس الحكومة كيأكد عزيز أخنوش اليوم أن نظام السجل الاجتماعي الموحد واللي كتشتغل عليه الحكومة كيشكل واحد المدخل باش يمكن المواطنين من الدعم المباشر، يعني دعم مباشر للمغاربة والمغربيات. وكيبرز السيد أخنوش في التصريح ديالو للصحافة عقب ترأسه اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع الإخراج ديالو الحيز الوجود، أن الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم تفعيل هذا السجل وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية باللي كيتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحفظه لينا. وبعد أن استحضر تأكيد جلالة الملك في الخطاب العرش ديالو ديال عيد العرش على تعزيز ورش الحماية الاجتماعية والتنزيل ديالو في أحسن الظروف، سجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية غادي يساعد على تحديد المحتاجين للدعم، يعني باش نعرفوا الناس اللي محتاجين لهذا الدعم، باش الناس اللي محتاجين هما اللي يستافدوا وماشي كلشي يستافد. يعني كما طرا ملي كانت كورونا فكانوا ناس اللي اغنياء واستافدوا من هذاك الدعم، وكانوا ناس اللي يعني كنقولوا لاباس عليهم واستافدوا من ذاك الدعم. فما بغيناش نفس الامر يوقع. لهذا فالحكومه هذه المره كتقرر وكتنفذ هذه الاوامر لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. وكذلك اشار أخنوش في هذا الصدد أن المنتسبين للنظام المساعدة الطبية رميد غادي يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري، يعني جميع المواطنين اللي عندهم بطاقة ديال رميد فغادي يستافدوا من نظام التأمين الإجباري عن المرض فيما تم السنة الجارية، على أن يتم في أواخر السنة المقبلة تقديم الدعم المباشر للأسر اللي لديها أبناء اللي كيتابعوا الدراسة ديالهم واللي العدد ديالهم 7 ديال الملايين. وكذلك الأسر اللي في وضعية هشة اللي هما 3 ديال الملايين فغادي يتم تقديم الدعم للأبناء ديالهم اللي كيقراو في المدارس واللي مازالين في سن التمدرس. وكذلك غادي يتم تقديم الدعم للأسر اللي عندها هشاشة، الأسر اللي محتاجة والأسر الفقيرة غادي يتم تقديم لها دعم مباشر إن شاء الله. فكان هذا هو الفيديو ديالنا، حاولوا تبارطاجيوه